مساء الفل على الحلوين، يا رب تكونوا بخير. تعالوا نشتغل التورته دي كانت تورته صيامي مقاس 24، 5 طبقات، يعني قول تكفي من 15 ل20 فرد لو اتقطعت بحكمه. تمام. انا هبقى اعمل لكم فيديو في مره عن الطريقه الصح لتقطيع الكيك علشان ما يبقاش فيه اهدار، لان في ناس بتقطعها مثلثات. المثلثات مش هتطلع معاكي. التورته الارتفاع اللي زي كده بيبقى ليها طريقه معينه تتقطع بيها علشان تكفي اكبر عدد ممكن من الافراد. على فكره هي ممكن تكفي اكتر من 20، بس احنا بنقول للعميل في رينج ال20 علشان برضو ما نضمنش التقطيع هيكون ازاي. في ناس بتحب تقطع القطعه كبيره، في ناس بتحب تقطع القطعه صغيره، في ناس بتبقى جايبه يعني جنب الكيك بيبقى فيه مثلا حلويات شرقي، او مثلا عاملين سندوتشات. يعني كل واحد على حسب ظروفه. في ناس بتعتمد على التورته بس والبيبس او الحاجه الساقعه وخلاص. فكل واحد على حسب ايه، على حسب الظروف يعني بتاعه العيد ميلاد. تمام. ف ان شاء الله انزل لكم فيديو في طريقه تقطيع الكيك المرتفع. تمام. احنا هنا بنعمل ايه؟ بنعمل التجليس النهائي. التجليس النهائي بنوزع الكريمه بس بالكيس برضو. شايفين يعني ابسط طريقه لتوزيع الكريمه بالتساوي هو طريقه الكيس دي. طريقه حلوه خالص بصراحه، وابسط حد او لو حد لسه مبتدئ ممكن يشتغل بيها، وهتطلع معاه ايه، مضمونه 100%. تمام. لما بنوزع الكيك سوري الكريمه بالكيس كده بنضمن ان هي الكريمه اتوزعت بالتساوي لفه على التانية، ونلاقي ايه، نلاقي الكريمه اتساوت او التجليس ظبط معانا. يعني ايه دي حلاوته في ايه، في حوار الكيس ده هو اللي بيخلي التجليس يظبط بسهوله. يعني مش بنقعد بالساعات علشان نطلع تجليس كيك ونفنش الكيك. تمام. طب سهله. لقينا هنا في مثلا مش متوزع كويس نزود. تمام. لقينا هنا مثلا اتحفت منا شويه برضو نزود. تمام. فالموضوع ايه، مش ما هوش صعب يعني. ولفه على التانية هتلاقي الدنيا ظبطت والامور بقت كويسه معاكي. خلاص. طيب احنا كده خلصنا الجوانب. نبدا في نعمل حافه حاده او الشارب ايدج زي ما اتعلمنا قبل كده. بناخد من بره لجوه ونسحب وننضف بتاع الاسباتيولا من بره لجوه، من بره لجوه. يعني هو ايه، هي التورته هنا ما كانتش يعني المطلوب منها ما كانش حافه حاده جو، لان احنا هنعمل شغل تاني. فبس ايه، اهو ناخد كده من بره لجوه. نحاول ايه نشيل اي زياده. الخط ده نراعي ان هو يبقى من ورا علشان التصوير افضل بيبقى من قدام عشان ما يبانش الايه التصوير. تمام. من بره لجوه ونسحب الكريمه الزياده. تمام كده. وعلى قد ما نقدر ننضف بتاع الاسباتيولا دي وندخل بقى من بره لجوه. تمام كده اهو، من بره لجوه ونسحب اي كريمه زياده احنا حطيناها. تمام. صدقوني الموضوع لطيف وسهل. يعني اسمع بنات تقول ايه، احنا بنقعد بالساعه نجلس التورتايه ونفنشها، والفينش الاخير ده بيبقى صعب بالنسبه لنا، والتجليس والشرب ايد. صدقوني يا جماعه انتوا لو خدتوا الموضوع بحب هتلاقوا نفسكم بتعملوا حاجه لطيفه وممتعه، ويعني ما فيهاش اي صعوبه. الواحد لو خد الموضوع بحب. انا اسم الجروب بتاعي واسم الصفحه بتاعتي والقناه بتاعتي كله بونبونايه معموله بحب. الواحد لما بيعمل حاجه بحب بتطلع حلوه، وما بيحسش فيها بملل، وما بيحسش فيها انها لود عليه. بالعكس ده هو بيبقى ايه، مستني كده راي الناس في الحاجه دي. حتى لو حضرتك ست بيت مثلا او
يعني بتعمل لبيتك وجوزك وولادك اكل. يعني لو حتى لو الاكل العادي الحوادق وعملتيه بحب بيطلع يعني ممتع وجميل، والحب كله بيطلع في الاكل. فاتعلموا كده ان الواحد يعمل الحاجة برضا بنفس راضية.